السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم. وطبعا وحشيني كتير من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة الفطاير بطريقة سهلة وبسيطة ومحشية كده، يعني اللهم بارك بقى الحشوة بقى اللي تحبيها وتضيفيها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. وبطريقة فرد سهلة لكل المبتدئين، ويعني ما شاء الله اللهم بارك بطريقة سهلة جدا. هنا كنت بوريكم ان انا معايا كيلو دقيق او كيلو دقيق طبعا، او طحين ناخلينه مجهزينه بالشكل ده. طبعا سامحوني ان انا هعجن على العجان. طبعا ولو هنعجنه على ايدينا هنقول كل حاجه كل التفاصيل واحنا بنعجن مع بعض. حطيت معلقه من السكر ونص معلقه من الملح واقلب كده الاول دول كده مع بعض. انا طبعا بعمل الفطير ما شاء الله وعاملاه عندي على القناه يعني بكذا طريقه. النهارده الطريقه هتعجبكم قوي قوي وكانت جميله وكانت اللهم بارك. هعجن على عجان كده، معلش سامحوني عشان يعني الحمد لله ايدينا بعافيتين ثلاثة. هحط كده المية بالتدريج زي ما قلت اي معجنات بنعجنها. ما نحطش المية مرة واحدة، هننزل بالتدريج كده. انا يعني انا بعجن على عجان اهو، وبنزل بالمية بالتدريج عشان ما في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل، نخلي بالنا من النقطة دي. نزلت بأول كوباية. الكوباية دي كده حوالي بالظبط بتاع 300 ملي أو 350 ملي. هنزل كده بكوباية، هي تاخد معايا الكيلو دي هياخد معايا كوبايتين من مية من الكوباية دي. اللي وصل معايا لحد هنا واللي أول مرة يشوف قناة أنا وبناتي ينزل على طول ويشترك كده ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من أنا وبناتي. وما ينسناش بلايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل له كل جديد من أنا وبناتي. وبحبكم في الله والله جدا جدا. هنا على العجان مش هتاخد معايا بالظبط 7 دقايق واقل من 7 دقايق. لو على الايد هتقعد 10 دقايق وعلى العجان، لان الفطير برضو مش بيحب العجن كتير قوي. انا هنا عشان كنت بحط الماء بالتدريج زي ما انتم شايفين، اول ما تلم نفسها كلها وتبقى زي ما انتم شايفين كده حته واحده كده خلاص هي العجينه خلصت معايا لمت نفسها بنفسها وخدت كوبايتين من الماء زي ما قلت لكم. عجينة الفطير لا بيتحط لها بيكنج باودر ولا بيتحط لها خميرة، هي زي ما شفتوا كده في اول الفيديو ملح والسكر ده اضافة، في ناس بتحطه وفي ناس كمان لا. بصوا عجينتها عاملة ازاي، بتبقى عجينة متماسكة وفي نفس الوقت يعني بتلزق بس مش بتلزق قوي وما بتخمرش، يعني مش بنخمرها، احنا بنقطع على طول العجين بعد ما بنلتها على طول كده ونعجنها. بنقطع على العجين كور كده زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، بكورها كده كور. ما شاء الله اللهم بارك، من كيلو دقيق هنعمل 15 فطيرة. هنعمل 15 فطيرة بحجم جميل جدا وكانت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هقطع كده طبعا بعد ما بقطعهم بسيبهم بالظبط كده. كل ما بتسيبي بقى العجينة في الوقت ده في المرحلة دي ترتاح بتفرد معاكي وبتبقى خفيفة وبتبقى جميلة جدا جدا. انا بعد ما قطعت العجينة كلها كده وعملتهم زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم 15 فطيرة، هغطيهم بكيس كده بلاستيك او اي حاجة كده او فوطة مطبخ نضيفة، وهسيبهم كده حوالي نص ساعة او يعني لحد ما اعمل الحشوة بتاعتنا. الحشوة هنا اختياري، حابة تحشيها ميكس جبن، حابة تحشيها زي ما انا هعمل كده لحمة مفرومة، تحشيها فراخ، اي حاجة عايزاه فطير سادة دي حاجة ترجع لك انتي، لك الاختيار فيها. انا كان عندي بصراحة ربنا كده ربع كيلو لحمة كده تايه في الفريزر مش لاقيين له صحاب، فقلنا نعمل بيه ايه الحشوة بتاعتنا. خرطت كده ما شاء الله اللهم بارك عشان نزود الكمية معانا. زي ما انتوا عارفين انا بحب اكتر البصل في تعصيج اللحمة، يجي 3 بصلايات كده حلوين وحطينا عليهم الربع كيلو لحمه. وهنزل عليهم بمعلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من بهارات اللحمه. وهنقلب كده الكلام الحلو ده كله هنعصج اللحمه. طبعا انتوا كلكم شطار واكيد يعني عصجنا كتير اللحمه مع بعض، فما حبيتش ان الفيديو يطول عليكم بزياده اكتر من كده. حطيت معلقه من البابريكا صغيره وهقلب الكلام الحلو ده كله كده مع بعض، وكده الحشوه كده جاهزه معايا. هنا جبت بقى ايه العجينه بعد ما ارتاحت معايا، سيبناها زي ما قلت لكم لحد ما عملنا الحشوه وجهزنا حاجتنا. قعدت بالظبط حوالي نص ساعه إيه لما ارتاحت معايا. طبعا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي والكيلو دي ده مش هياخد غير كوبايه من السمنه على زيت. انا استخدمت سمنه بصراحه مخلوطه بلدي على سمنه نباتي، وكمان حطيت عليها زيت عشان ايه يبقى يعني يتفرد معايا بسهوله ويورق معايا. انا جبت الصينيه كده، مش هفرد لا على الرخامه ولا هنعمل الكلام، هتشوفوه بطريقه سهله جدا جدا بسطتها على الناس اللي نفسها تاكل فطير ومش عارفه تفرده ازاي ومش عارفه تفرده بايه.
وهقولك ازاي لو انت عايزاها بقى فطير شرقي ومورق قوي قوي، ممكن هقولك على كل حاجه. فردتها بالشكل ده، وكنت يعني بحط كده يا مدوبك بالمعلقه كده، بنرشش حاجه بسيطه من اللي انا من السمنه على زيت اللي احنا عملناه. فردتها في الصينيه كده، وهقطع زي ما انتم شايفين كده. هقطعه كده يعني زي نظام ورده كده اهو. المهم ان احنا نبعد عن النص، نسيب النص سليم زي ما هو مقفول كده اهو بالشكل ده. عملتها حوالي 6 فتحات بالشكل دوت. وهاجي بقى ايه، بصوا بقى كده، هفرد ايه زي ما فردتها كده وقطعتها بالسكينة اهو، واحدة واحدة كده. وبحط ايه يا مدوب ببل ايدي كده من السمنة اللي احنا مجهزينها على زيت، وبحط ما بين واحدة واحدة كده. بنحط يعني بنملاها بالسمنة كده، ولو مش محتاجة ما نحطش اهو بالشكل ده. طبعا انا لا حابه مورق قوي وعايزاه اكتر من كده، هعمل يعني اعمل دي اهو كده. خلصتها ولميتها زي ما انتم شايفين اهو، بلمها كانها ورده وقفلناها. بلمها بكل سهوله وبطريقه سهله زي ما انتم شايفين. ممكن اعمل واحده تاني واروح حاطه دي في قلب دي، هتبقى فطيره جميله وكبيره وفي نفس الوقت هتبقى مورقه. انا عوزت هنا الصينيه زيت كده معايا علشان ايه الفطير اللي هعمله. ابتديت من اول طبعا واحده قطعناها زي ما انتم شايفين، وبنفرد بالشكل ده. هفرد كمان واحده معاكم بنفس الطريقه، طريقه سهله جدا جدا. وانا عامله الفطير عندي على القناه بكذا طريقه، للي حابب يشوف الفطير عندي ينزل عندي على القناه كده ويشوف، هيلاقي كذا طريقه للفطير. هنا الطريقة دي بصراحة سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت بصوا ولا رخامة ولا طبلية ولا أي حاجة، على صينية من اللي عندك كده مدورة وافردي بالشكل ده. وهتقطعي بالسكينة زي ما أنا قطعت كده، أعملها كأنها وردة بالظبط زي ما قلت. ونسيب القلب كده مقفول عشان هو اللي هنلم فيه الفطيرة كلها أهو بالشكل ده. وبصوا بحط بالمعلقة كده، برشرش كده حاجة بسيطة كده من السمنة أهو. عايزه اقول لكم كان في منتهى الجمال، اللهم بارك. واحده واحده كده بنلمها، محتاجه زي ما قلت سمنه بنحط، مش محتاجه ما بحطش اهو. هخلص كل الكميه بالطريقه دي. بصوا بلمها بكل سهوله وبتتقفل معايا وبتلم نفسها بنفسها، عشان هي فيها سمنه وزيت والكلام ده بتقفل على طول. هسيبها برضو بعد ما اخلص الكميه دي كلها، اسيبها برضو ترتاح شويه. هنا كنت خلصت الكميه كلها وسبتها برضو ارتاحت نص ساعه تاني بصراحه. وهنيجي هنا بقى للحشوه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض. ومعايا بقى بصراحه شويه كده من الجبنه الموزاريلا كده، هنحط في كل واحده شويه كده منهم. وزي ما قلت لكم الحشوه دي اختياري، للي حابب يحط ميكس جبن، اللي حابب يعملها بفراخ بلحمه بسجق، يعني اي حاجه انت حباها دي بقى ترجع لك انت بقى. فردت كده دول اللي احنا طبعا اشتغلنا فيهم في الاول. اول فطاير اللي بنشتغل فيها هي بفردها كده، ما بنفردهاش قوي يا مدوب، بس فرد بسيط كده. وبحط الحشوه كده يعني زي ما انتم شايفين بطريقه سهله جدا جدا. هوريها لكم احنا بنقفلها بكل سهوله. ما شاء الله الستة اللي انتم شايفين دول في ثواني هنحشيهم، وفي ثواني هنقفلهم. عايزه اقول لكم كان في منتهى الجمال، اللهم بارك. طريقته سهله وحاجه يعني ما شاء الله، يعني جميله فعلا بجد. هنا حطيت بقى على كل واحده كده شويه من الجبنه كده اهو. وهقفل بقى الفطيره بتاعتي كويس. المهم ان هي تتقفل كويس عشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش منها واحنا بنسويها اهو. بصوا بلم بكل سهوله، هي مرتاحه زي ما قلت لكم، سيبناها نص ساعه ارتاحت تاني. كل ما الفطير بتسيبيه يرتاح معاكي بيبقى افضل واحسن، بيبقى خفيف وبيبقى بصراحه جميل جدا، وبيلم معاكي كده وبيتفرد بكل سهوله اهو بالشكل ده اهو. بقفلها بلم على بعضي كده بكل سهولة زي ما قلت، مش بتاخد ثواني. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم، وعايزة أشكر كل فرد دخل في عيلتنا المتواضعة في قناتي المتواضعة. بشكركم من كل قلبي، ويا رب يدومكم نعمة في حياتي. وتعليقاتكم بتسعدني جدا وبتفرحني، وكلامكم الجميل اللي دايما يعني بيخليني عندي طاقة إيجابية كده، إن أنا عايزة أنزل فيديوهات والله. وبحبكم في الله، وبتمنى لكم طبعا نجاح من كل قلبي. هنا زي ما شفتوا كده، بصوا كنت بفردها اللي يعني بلمها بفردها، بس واحنا بنفرد ما نحاولش نفردها قوي عشان الحشوه ما تبانش منها وما تطلعش وما تبقاش رقيقه قوي.
شفتوا السمنه طبعا اللي فاضت معايا اهي، حطيت معلقتين كده. احنا هنعمله على الطاسه، حابه ان انت ترصيه وتحطيه في صينيه وتدخليه الفرن مفيش مشكله، بس انا هعمله معاكم النهارده على الطاسه بطريقه سهله جدا جدا، وعايزه اقول لكم كان طري وجميل جدا جدا. حطيت الطاسه كده على النار وحطينا فيها معلقتين 2 من السمنه اللي كنا شغالين بيها، وزي ما قلت لكم كل اللي استخدمتها كوبايه في الكيلو دقيق وفاض منها كمان. حطيت كده، هنوسع كده ونحط 3 فطاير زي ما انتم شايفين كده على نار متوسطه. النار ما تكونش عاليه قوي، تكون متوسطه عشان الفطيره ما تبقاش من جوه عجين ومن بره متحروقه، لا احنا عايزين نار متوسطه. وهسيبها كده، اول ما احس ان هي ابتدت تاخد لون من تحت هنروح قلبنا هوريها لكم طبعا اهو. معلش ان انا طولت الفيديو عليكم للمصداقيه مش اكتر والله، لاني اما بعمل حاجه حلوه وبتعجبني وانتوا عارفين ان انا ما بعملش فيديو خلاص والله، ما بعملش حاجه الا لما اكون مقتنعه بيها وعجبتني وعجبت ولادي، فبصراحه بحب ان انا اعملها معاكم. زي ما شفتوا كده اول ما خدت لون قلبتها على الجنب التاني اهو. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم المعلقتين السمنه اللي احنا حطيناهم دول هم هعمل بيهم ال15 فطيره، مش هحط سمنه تاني لان هو جواه سمنه كتير وزيت وكده فبينزل منه هو احنا بنسويه يعني. يعني ما تخافيش مش هتحطي زيت تاني ولا سمنه خالص، هم المعلقتين دول بس اللي احنا هنحطهم، وهتسوي بيهم كل الفطير اللي انت هتعمليه بالكيلو دي اللي انا عملته. يعني الكيلو دي اللي انا عملته ده سويت على العين البوتاجاز كده في الطاسه بمعلقتين السمنه اللي حطيناهم. بصوا بقى ابتدى ياخد لون ذهبي كده جميل، اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله كان بيقب معايا كده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا جدا اهو بالشكل ده. كل ما بحس ان هي ايه خدت لون كده بقلبها، خدت لون بقلبها لحد ما تاخد لون موحد ذهبي اهو بالشكل ده اهو. جميل جدا جدا اللهم بارك، كان طعمه وريحته قلب الدنيا بصراحة. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوه، كان جميل جدا جدا. بصوا بالشكل ده حاجة جميلة جدا جدا اه. هطلع كل الكمية بقى وهعمل كل الكمية بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي عشان ايه برضه ما نطولش عليكم اكتر من كده. انا كنت خلصت ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر ما شاء الله. والله كان سخن جدا ما كنتش عارفة اقطعه لكم ولا عارفة امسكه من كتر السخونية اللي فيه. بصوا من جوه الحشوة جميلة ومورق وجميل جدا جدا حاجة يعني اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم وطريقتي البسيطة تكون عجبتكم، وبحبكم في الله وبتمنى فعلا ان انتوا تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. طريقة سهلة وبسيطة، ومن كيلو دي عملنا 15 فطيرة محشية بأي حشوة تحبي الحشوة اللي انت حباها تحطيها وهتضيفيها بكل سهولة. فردنا الفطير مع بعض بالطريقة البسيطة دي. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا، وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. وطبعا ما تنسونيش باهم حاجه دعوتكم الجميله الحلوه اللي بتسعدني وبتفرحني. ويا رب يكون كده مكملين مع بعض لاخر العمر، وبحبكم في الله ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا احلى اخوات في الدنيا.